الاهلي يدرس جديا منح محمد الشناوي فرصة الاحتراف في الخليج اذا اراد اللاعب في الصيف المقبل على ان يعود بعد ذلك ككادر اداري داخل النادي الاهلي، خاصة بعد تأكد قدرة مصطفى شوبير على حراسة مرمى الفريق بشكل اساسي. الاهلي يرفض فكرة عودة كهربا للفريق مجددا بعد تصريحات اللاعب الاخيرة التي طلب فيها بشكل غير مباشر العودة. سيد عبد الحفيظ يستغل تواجده مع بعثة الاهلي في الجزائر للحديث مع الشحات واليو ديانج بشأن التجديد على امل تقريب وجهات النظر بين اللاعبين والنادي واستمرارهم مع الفريق. الاهلي يحذر امام عاشور ولاعبي الفريق بالكامل من كثرة تناول الطعام في المطاعم خوفا من تكرار ما حدث سابقا بعدما تعرض لفيروس ابعده عن الفريق لفترة طويلة. ترب مدرب الاهلي يصاب بالحيرة قبل حسم اختيار المهاجم الاساسي للاهلي في مباراة شبيبة القبائل الجزائري في ظل رغبة كاموش الشديدة في المشاركة اساسيا لاول مرة وانسجام مروان عثمان بشكل اكبر مع المجموعة. محاولات مستمرة من احمد يحيى وكيل امام عاشور لاقناع وليد صلاح الدين ومسؤولي الاهلي بتخفيض غرامة امام عاشور الى 1,000,000 جنيه فقط مع رفض تام من مدير الكرة بالفريق. رابطة الاندية ترفض بشدة تأجيل اي مباريات للزمالك او بيراميدز في الدوري وتجبرهم على خوض بعض المباريات بشكل مضغوط مثلما حدث مع الاهلي تماما. محمد شريف يدرس جديا عقد جلسة مع يستروب خلال الايام المقبلة لمطالبة المدرب الدنماركي بمنحه فرصة جديدة وعدم الحكم عليه من خلال سوء التوفيق الذي لازمه في الفترة الماضية. يخطط سيد عبد الحفيظ لعقد جلسة مع محمد علي بن رمضان خلال تواجده مع الفريق في الجزائر للحديث معه عن مستوى اللاعب في الفترة الأخيرة وضرورة أن يكون على قدر الثقة التي وضعها النادي فيه، خاصة بعد الإصرار على التعاقد معه أكثر من ميركاتو. نادي الزمالك يرد عن طريق خالد الغندور على تصريحات كهربا التي رفض فيها العودة للزمالك ليؤكد أن النادي ليس في حاجة للاعب من الأساس. الأهلي يخوض مرانه الأول والأخير في الجزائر اليوم ويستروب المدير الفني للأهلي يحاول تحفيز اللاعبين على الطريقة التي ينوي الاعتماد عليها مع استغلال سرعتهم في الهجمات المرتدة. جلسات استشفاء مستمرة لتريزيجيه ومروان عطية وعدد من عناصر الفريق التي شاركت باستمرار خلال الفترة الماضية للتخلص تماما من الإجهاد العضلي. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.